السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اخترناك معايا. عفوا. فك لغز الرضيعة التي لفظتها أمواج البحر في أسبانيا. قالت الشرطة الأسبانية إن جثة الرضيعة لفظتها المياه إلى أحد الشواطئ الأسبانية بالقرب من مدينة طرقونة المطلة على البحر المتوسط الأسبوع اللي فات. هي جثة ابنة مهاجرين لقيا حتفهما عندما غرق القارب على متنه 15 شخص سنة في شهر إبريل الماضي. وكانت الرضيعة لم تتجاوز 8 شهور، مبحرة مع والديها على متن القارب اللي غادر الجزائر يوم 21 مارس قبل ما يغرق قدام جزر البليار الأسبانية في 6 أبريل، مما أدى إلى وفاة كل اللي كانوا على متن القارب. وبعد العثور على الجثة يوم 11/7 في رودادي بيرا، حللت الشرطة عينة وراثية وحددت إنها مطابقة للمرأة التي انتشلت جثتها بعد غرق القارب في إبريل، حسب ما ذكرته رويتر. ورودا دي بيرا دي بلدة مطلة على الساحل الذهبي الأسباني، الواقع بعد 200 كيلو متر إلى الشمال الغربي من جزيرة مايوركا. وعثر على 8 جثث لمهاجرين غرقوا في الحادث، من بينهم الطفلة ووالدتها. ده باختصار لغز الطفلة الرضيعة. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وبكده تبقى اسبانيا فكت لغز جثة الرضيعة، وكده عرفنا الجثة دي جت منين وايه السبب. ونتمنى ان الناس قبل ما تفكر الهجرة غير شرعية، قبل ما تفكر فيها تفكر في عواقبها، لأن الحياة مش بإيدينا إن احنا يعني نفرط فيها كده. مش لازم الواحد يجازف بحياة أسرته وحياته كده بالمنظر ده. لازم يكون يعني يكون متعقل قبل ما يعمل حاجة زي كده. هم فقدوا حياتهم، وطفلتهم فقدت حياتها، استفادوا ايه من الهجرة غير شرعية؟ ما استفادوش حاجة. فربنا يتولاهم برحمته، ونتمنى ان يبطلوا الموضوع الهجرة الغير شرعية دي، وان الناس تتأنى، وربنا مع الجميع. شكرا لكم أعزائي المتابعين. ونتمنى ان انتوا تشاركونا، تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، وياريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر ممكن من المتابعين. شكرا لكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.